قبل ما نغوص في التفاصيل يا دكتور عوض، لو تسمح لي، انا في سؤال محيرني ومحير تقريبا مصر كلها، من الصعيد لاسكندريه ومن محافظه للتانيه، واسم دكتور عوض حجاب موجود على كل جدار في مصر سواء كانت قريه او مدينه. فعايزين نعرف يا دكتور عوض، ايه الحكايه؟ انت سابق شهرتك ولا الشهره هي اللي بتيجي وراك؟ والله الموضوع مش كده خالص. هو الفكرة اني من خلال عملي بوحدة الجاما نايف جامعة الازهر. الجاما نايف ده جهاز بيعمل على علاج اورام المخ بدون جراحة. بيعالج يعني معظم اورام المخ الاقل حجما من 3 سنتي. فمرضاه منتشرين على مستوى الجمهورية. وطبعا ده الجهاز الوحيد المملوك للدولة، والجهاز الوحيد الذي يعمل بنظام نفقة الدولة والتأمين الصحي المجاني تماما. في جهازين تانيين موجودين، جهاز في معهد ناصر وجهاز في المركز الطبي العالمي، لكن ليس لهم هذه الخاصية من المجانية التامة. يعني دي حاجه للمريض فور فري بمعنى حاجة اصح. فور فري. المرضى بيقولنا من ربوع مصر. لو تسمح لي، هم جايين لدكتور عوض حجاب لا بالاخص؟ لا 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 لا، هم بيحولوا من اساتذه جراحه المخ والاعصاب او اساتذه امراض المخ والاعصاب العلاجيين لاجراء جلسه جاما نايف لعلاج ورم اقل من 3 سنتي. والحمد لله الاساتذه كلها على مستوى الجمهوريه عارفه وبيقوموا بتحويل الحالات لنا. واحنا بفضل الله الخدمه عندنا متميزه جدا، وبنستقبل المرضى بشكل جيد، وعلاقاتنا بيهم والتواصل معهم جيد. فبالتالي بقى يعني في انتشار على مستوى المحافظات بشكل عام. فلما حبيت ان انا اجيب جهاز خاص بي، عمله مشابه لعمل الجاما نايف، لكن ده بيقوم بكي اورام المخ او اجزاء من المخ بشكل مباشر، بخلاف الجاما نايف هو جهاز اشعاعي مكثف يقوم بعمل كي بالإشعاعي المكثف الموجه ثلاثي الأبعاد على المنطقة المصابة بالمخ. فلما جبت جهاز الاستيروتاكسي والليزر ابليشن للبرين، ف والله الناس هي يعني مش عاوز اقول لسيادتك اني معظم اليوفط اللي مكتوبه على الجدران عندي ناس متحفظه عليها وبتعمل لها صيانه وتجديد. يعني انا عايز امسحها اصلا والله. لا، الموضوع يعني فعلا صعب. مسببه لي نوع من انواع الحرج المجتمعي، ان الناس فاهمه ان انا لا, لا والله الموضوع مش كده خالص. بس هو كل ما في الامر اني لما جبت الاستيريو والليزر ابليشن للبرين، وده جهاز بيعالج بيكوي بشكل مباشر بؤر المخ، سواء للامراض النفسيه المختلفه، الوسواس، الاكتئاب، الانفصام، طبعا الغير مستجيب للعلاج، حالات التشنج العصبي الصرعيه الغير مستجيبه للعلاج، حالات التوتر العصبي المفرط والفرط العصبي الشديد للاطفال من سن معين، يعني 10 سنين مثلا وانت صاعد. آه، بنقوم بكي بؤر المخ المسؤولة عن العدوانية والنشاط والتوتر العصبي المفرط. آه، فكان الجهاز لازم اعمل له دعاية كبيرة لانه بمبلغ كبير جدا 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 على قوة طبيب. فكان لازم لكن الحمد لله على كل شيء.